السلام عليكم ورحمة الله. الموقع صوت العقب تي في. الكتاب المعجزات القرآنية. الدرس سجل المتحجرات. ليست هناك أي آثار على الأشكال المتوسطة أو الانتقالية. بسم الله الرحمن الرحيم. وخير دليل على أن السيناريو الذي تدعيه نظرية الداروينية لم يحدث هو سجل المتحجرات. فوفقا لنظرية التطور كل الأنواع الحية قد تولدت عن جد أعلى واحد، إذ أن أحد الأنواع وجد في السابق وتحول إلى شيء آخر مع الزمن، وكل الأنواع الأخرى جاءت إلى الحياة بهذه الطريقة. ووفقا لهذه النظرية فإن التحول يجري بطريقة تدريجية تتطلب ملايين السنين. ولو كان هذا هو الواقع فقد كان يجب أن يكون هناك العديد من الأنواع أو الفصائل الوسيطة التي عاصت في فترة التحول الطويلة هذه. فعلى سبيل المثال يجب أن يكون هناك حيوان هو نصف زاحف ونصف سمكة عاصت منذ زمن واكتسبت خصائص الزوائف إضافة إلى خصائص السمكة التي تحملها. أو كان يجب أن يكون هناك حيوان هو نصف طائر ونصف زاحف، أي أن بعض الزواحف اكتسبت بعض صفات الطيور بالإضافة إلى خصائص الزواحف التي تحملها. وبما أنها من المفترض أن تكون هناك مرحلة انتقالية فإنه يجب أن تكون هناك كائنات حية معاقة عرجاء مسوهة من المفترض أنها عاصت في الماضي في فترة التحول. إذا كانت هذه الحيوانات قد وجدت بالفعل فيجب أن تكون هناك الملايين منها كما ونوعا. والأهم من ذلك أن بقايا هذه المخلوقات الغريبة يجب أن تكون موجودة في سجل المتحجرات. في كتابه أصل الأنواع يشرح داروين هذا الأمر. قال إذا كانت نظريتي صحيحة فإنه من المؤكد وجود عدد لا يحصى من الأنواع المتوسطة لها علاقة وثيقة بالأنواع التي تنتمي إلى نفس المجموعة، وبالتالي فإن الأدلة على وجودها سابقا يجب أن توجد في بقايا المتحجرات. السلام عليكم ورحمة الله.